عليش نخاف عندنا بن شرقي. يا بن قلبي يا ابو جابر، كل ده راح، كل ده مبقاش بتاعنا احنا، مبقاش بن قلبي، بقى بن اهلي. هعيش ازاي كده؟ ما عادش باقيلي في الدنيا كلها الا زيزو، وزيزو خلاص، زيزو خلاص. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. انتوا خليتوا جمهور الزمالك دمعته على خده، واللي يقول اي كلمة غير دي يبقى كذاب. محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي قدر يحط على جمهور الزمالك. الموضوع دلوقتي بقى خطير جدا. الحكاية مش إن الأهلي كسبنا ماتش، ولا الأهلي كسب مننا بطولة، ولا الأهلي خطف مننا لعيب جامد. لا 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 لا، الأهلي دخل جوه قلب وعقل كل مشجع زملكاوي في مصر وفي بره مصر وفي الوطن العربي، وخد كده حتة من قلبه وحتة من عقله. مش كلام، لو انت زملكاوي فعلا هتفهم وهتحس باللي انا بقوله. بن شرقي بالنسبة لنا حتى لو ما كانش في الزمالك، بس بن شرقي تاريخ، بن شرقي ذكريات، مشاعر كده متبادلة بين بن شرقي وبين جمهور الزمالك. يعني انا لما اجي اتفرج على ماتش الزمالك والترجي 3-1، لما بن شرقي جاب الهدف الثالث، وعليش نخافوا عندنا بن شرقي. دلوقتي خلاص ما بقاش عندنا بن شرقي، بقى عندهم هم بن شرقي. ومش بس بن شرقي، ما كسبنا الدوري والمذيع بتاع الزمالك بلال طالع قال لك بن قلبي وعليش نخافوا عندنا بن قلبي، الزمالك بطل الدوري. اتفرج عليها ازاي دي؟ ولا لما امام عاشور فضل يرقص ورفع الاوفر ونزل على دماغ بن شرقي وجاب جول. انتوا عملتوا لنا تربنه في دماغنا، انتوا هتقضوا علينا. ايه ده؟ بن شرقي، كهربا، مؤمن زكريا، إيه زيزو. ايه يا جماعه؟ ما تيجوا تاخدوا خط اهو، خدوا لكم خط من دول. خد خط اهو، خط اهو، خد لك خط من دول. ولا تاخد الشعار اهو، قلع لكم التيشيرت. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا اهلاويه، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا محمود يا خطيب، انت ومجلس اداره الاهلي. ما اللعيبه كتير، ما النادي الاهلي بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، معاه فلوس متلتله زي الرز. كنا بنقول بيراميدز بيدفع، ده بيراميدز طلع صغير قوي قوي قصاد الاهلي. ده الاهلي جايب لعيبه تكسبوا كاس العالم بدون مبالغه كده. تريزيجيه، كوستا، حمدي فتحي، وهيجيبوا محمد عبد المنعم. يا جماعه ده مش منتخب مصر، ده اقوى من منتخب مصر. انت بتتكلم في ايه؟ ولو خد زيزو يبقى انت كده خدت منتخب مصر فعلا. ما هو تعالى من خط الوسط كده يا عم، من خط الوسط ايه؟ تعالى من الجول، الشناوي في الاهلي، رامي ربيعه وحجازي، او رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم. اليمه الثانيه فتوح، ممكن كان هياخدوا فتوح لولا ان فتوح ربنا كرمه واتسجن كانوا خدوه، مش مشكله، بلاش فتوح. محمد هاني منتخب مصر، حمدي فتحي، مروان عطيه، تريزيجيه، زيزو. هياخدوا زيزو، ما خلاص بقى، هو مش هيجيب صلاح بس هياخد زيزو. وكان في مفاوضات مع مصطفى محمد. يعني الاهلي اشترى منتخب مصر. باختصار كده الاهلي حط على كل الانديه واولهم الزمالك في موضوع الصفقات. بس انا بقى بوجه رساله للاعيبه نادي الزمالك والجماهير نادي الزمالك ولكل الناس اللي بتتابعنا. الزمالك ما بيكسبش الا في اصعب واوسخ الظروف، وما فيش ظروف هتمر على نادي الزمالك اسود من الظروف اللي احنا فيها. الاهلي دافع فوق ال 500 مليون جنيه. لو كسبنا الدوري من الاهلي السنه دي هتبقى ضربه ما فيش بعدها ضربه لمحمود الخطيب ولكوام الفلوس اللي جايه تلعب في الاهلي. ايه ده؟
ايه ده احنا مش عارفين نجيب للعيبه ازايز الميه، الاهلي جاب الفلوس دي كلها منين؟ لا حول ولا قوه الا بالله.